شكرا مهند الجالي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. الموعد يتجدد مع لقاءات دوري أبطال إفريقيا تشامبيونز ليج لموسم 2022-2023. هنا الدار البيضاء، هنا كازابلانكا، هنا مركب محمد الخامس، والوداد الرياضي بعد حين سيخوض ثاني لقاءاته في منافسات دوري أبطال إفريقيا. نتكلم عن بطل النسخة الماضية، نعم الفريق الأحمر، والذي سجل بداية متعثرة أمام فريق شبيبة القبائل في الجولة الماضية. وهنا المهمة ستكون صعبة جدا أمام فريق يعرف تمام المعرفة، ونادي بيترو أتلتيكو. اللقاء رادس بين الترجي الرياضي والشكل الجيد، ولم يكن بالشكل المثالي على حسب ما صارت إلى ضربة مرمى. ضغط مع البداية لفريق الوداد، هذا هو المطلوب. فيها لمسة، فيها تحضير، فيها تسديدة، والهدف الأول يضيع. فيها كرة أولى وتهديد واضح من جانب الأربعة. 1-4-1 بالنسبة أتلتيكو. هنا خطأ، ممكن جول ممكن جول ممكن جول. جانب لاعب أمين أبو الفتح. أمين من الأخطاء في هذا المكان بالذات. نايف العملود يرفع الكرة، يبحث عن سامبو، تمشي أمامية. الاستلام من ما أجمل صورة، ما أجمل صورة في الكورفا نورد. معقل الفريق التي تجمع بين الفريقين، منها 5 انتصارات لنجم اليوم في الدار البيضاء وجمهور فريق الوداد الرياض. هذا هو الحسوني، العرضية في اتجاه. اسمعوا وما أجمل الراية الحسوني تقدم، الحسوني وركلة جزاء. تقدم الحسوني من حيمود. يا سلام يا حيمود، ولكن توصل على الطرف اليمين. جاريدي يا الحسوني يلعبها في العمق، مساحات أصولاو، لكن خروج موفق لحارس المرمى. هنا أصولاو بحث داخل منطقة الجزاء، يخرج الرياضي، تمشي الكرة. فرحان في التغطية، تسديدة بعد ذلك مرة جانبية. حذاري من مثل هذه الأخطاء. أمين أبو الفتح ميدان يتم استرجاع من يحيى عطية الله. يلا يا يحيى، نريد. لازالت صعبة الحسوني في محاولة. يحيى العرضية والراسية بعد ذلك. الراسية وفيها ضربة مرمى. كان ذكيا يحيى جبران، لأنه رجعت من جديد. مباراة اللي كانت صارت على الطرف الأيمن. هنا تمشي لجاو حتى الآن. أيوب العملود يفتح المجال لأناجم. أناجم وضربة مرمى، لأن مرر. هنا وصلت لي العملود، الدخول. ركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع دخول أناجم لمنطقة الجزاء. بالفعل يتقدم جبران، والهدف الأول جول. الهدف الأول للوداد الرياضي. يحيى جبران كعاداته بالتخصص يضع في المرمى. نحن العائلة، نعم، هكذا يقول جمهور الوداد في السراء والضراء، بل في بيئة العمل. يمر من تمشي الكرة، أناجم يحاول يمر، ولكن خروج حارس المرمى في نهاية المطاف. جيلبرتو العرضية، العمل. ومهما حكيت لن أوفيكم حقكم. الجمهور المغربي من أفضل الجماهير. على طول محاولة المرور، تسديدة بعيدة تماما خارج بناء. أيضا ملعب في طورة فيها تسديدة، ممكن جول الثاني، ولكن على دفاعات فريق الوداد الرياضي. والإبعاد في نهاية المطاف من بيدرو. يتقدم حصار الكرة بشكل واضح في وسط ولو أن الوداد حتى الآن أموره لم تحسم بعد. الوداد 3 نقاط في انتظار استقبال المباراة الثانية. هناك مرمى العملود، عطية الله، أبو الفتح، فرحان، تيز حيمود فيها وضعية تسلل من اللاعب جيلبرتو السرعة العرضية. لازالت صعبة الكرة تطول. سلامات مرت هذه الكرة على مرمى كل 3 أيام، ولكن الأمر مرهق جدا، الأمر متعب جدا. وبالتالي هنا تسيير المباراة الرياضي واللي فاز فيه في آخر تنقل بنتيجة 3 أهداف مقابل لازم أن يظهرها في أول اختبار. عموما هذه كبوة، واتمنى فعلا تكون سيسكو يرفعها داخل منطقة الجزاء. الثاني، هذه فرصتنا للثاني، فيها وضعية تسلل يقول الحكم. يحيى يرفع، يحيى وبالراس وسامبو.
مدى. هذه كرة خطيرة صعبة، ممتاز يا فرحان، رائع. مطلوبة حتى الآن مع الوداد الكرة الأمامية، وأنا تكلمت عن هذه النقطة في شوط أتليتيكو. مرفوع الكرة، أخرج تاغناوتي، ترك نعم عالي على الجميع إلى ضربة مرمى. ممتاز، واحد من اللاعبين المميزين في الدوري. الكرة العرضية عندك اسماعيل في الاحتياط. هنا الكرة الميدان تمشي. تدخل كان قوي من أمين. صعبة، لا زالت صعبة لبيترو. طول المباراة بهدف ثاني. الوداد راجع كرة من جاريدي، كانت صعبة. الكرة تتهيأ في دار أيوب العملود. هل رأيت خطيرة؟ لا زالت صعبة. أمين فرحان خطف الكرة واضغط، يدخل العملود، ممتاز العملود العرضية، دخل ولما استلم الكرة من محمد أناجم. هذه إشكالية الوداد. القناص اللي بإمكانه إنهاء يحيى عطية الله، مقوصة في اتجاه هذه، صعد العرضية الرأسية بعد ذلك ولكن خرج.